أقدم لكم وصفة سحرية لعلاج الربو وضيق التنفس بشكل جذري، وهذه الوصفة مضمونة ومجربة من قبل أقارب زوجي، وإنهم تعافوا تماما والحمد لله من الربو وضيق التنفس. وبعد التحقق من المصدر اتضح أنها لمهندس سوداني استخلص هذه الوصفة بعد أن كان يعاني من الضيق عند تغير فصول السنة فتشافى تماما، كما أنه تم تجربتها أيضا على أشخاص يستعملون البخاخ، والبعض الآخر كانوا ينقلون إلى المستشفيات لأخذ الأكسجين، وقد تشافوا تماما بسبب مفعول هذه الوصفة. ونبدأ بسم الله. المكونات هي 7 حبات من القرنفل أو المسمار، حيث نقوم بإزالة الرأس الدائري الموجود في أعلى كل حبة، ونحتفظ بالجزء السفلي كما في الفيديو. ثم نقوم بنقع الجزء السفلي في نصف كوب من الماء، ويترك من المساء إلى صباح اليوم التالي، ثم يصفى ويشرب على الريق، أي قبل تناول إفطار الصباح بنصف ساعة. ويجب الاستمرار على هذا العلاج لمدة 15 يوم، وعدم الانقطاع نهائيا ولا يوم واحد. وهذا العلاج يقضي على الربو وضيق التنفس تماما بإذن الله. أرجو منكم نشرها وإرسالها لغيركم، لعل غيركم بأشد الحاجة لها، فيكتب الله له الشفاء، والدال على الخير كفاعله.